السلام عليكم مشتركاتي الغاليات واللي يشوفوا فيا اول مره نقول لكم مرحبا بكم معايا في قناتي. اليوم جيتكم بوصفه المبرجه الذوب في اليد، يعني وصفه رائعه ان شاء الله كامل تجربوها وتنجحوا فيها. شوفوا كيفاش راهي الذوب في اليد. راح نروح مباشره للمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه انايا كيلت بهذا الكاس، كيلت 3 كيسان سميد متوسط رايح للرقيق. هنايا كل كيلة راح ندير لها مغرف فرينة، كيما راكم تشوفوا كل كيلة راح نديروا معاها مغرف فرينة. عندي ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية وعندي ملعقة عسل. راح نخلط هذه المكونات كامل مع بعض. وهنايا عندي نصف كأس من الزبدة الذايبة ونضيف لها نصف كأس زيت. كاين اللي يديروا كاس غير ربع زبده والباقي كملوها زيت، انا ندير النصف بالنصف. هنايا راح نخلط هذا السميد تاعي مع ليدام، نخلطوهم جيدا. هنايا راح نقعدوا نخلطوا ونمحروا فيه مده دقيقتين باش هذوك ليدام كامل يدخلوا لنا في السميد تاعنا. نرحب بكل المشتركات اللي انضموا لنا للقناه، نقول لهم مرحبا بكم معايا. ومشتركاتي القدم نشكركم على الدعم، وما تنساونيش بالجنب باش الفيديو تاعنا يطلع لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. هنا نحيت 2 مغارف من هذاك الخليط نحطوها بجيه باش نسحقوها. ومن بعد عندي كاس غير ربع من الماء، زدت نكهته بشويه ما زهر. تقدروا ديروا الماء وحده، انا حبيت نكهها. هنا راح نرش الخليط تاعنا وكيما راكم تشوفوا مانيش نعجن فيه، نخلطوه فقط بالاصابع كيما نديروا المقروط، يعني نرشوه غير بالعقل ونخلطوه بهذه الطريقه. هنايا راح نشوفوا بلي العجين تاعنا ولا يعني خذا كفايه من الماء. هنايا ما نتسرعوش عليه، راح نغطيه ونخليه يرتاح حتى يتشرب كامل هذاك الماء اللي درناه. شوفوا راه يبان جاري، بصح نغطيه ونخليه مده 5 دقائق ونرجعوا ليه. هنايا عندي كميه من الغرس كنت نقيته مليح كيما راكم تشوفوا. مش راح نديروه مباشره هكذا، لازم نضيفوا له شويه ماء ونعجنوه باش يطرى لنا هذاك الغرس، باش كي نطيبوه راح تجينا يعني يجينا طري وما يجيناش يابس. نعجنوه جيدا هكذا وفي الاخير نضيف له شويه زيت. شوفوا الغرس تاعنا كيفاش ولا طري كيما راكم تشوفوا. هنا نرجع للعجينه تاعي، شوفوا شربت كامل هذاك الماء. راح نزيد نضيف لها يعني ما نطيبوهاش في الاول هكذاك، خلوها حتى تشرب باش كي يطيب لنا ما يتفتتناش ويجينا يابس. هنا راح نضيف كميه من الماء. هنا دات لي حوالي كاس الا ربع من الماء، كاين السميد اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش. هنا ضفت كميه من الماء. شوفوا كما قلت لكم ما نعجنوش، راح نخلطوه فقط بالاصابع هكذا ومن بعد راح نلمو كامل بهذه الطريقه. شوفوا يعني كما طريقه المقروط. نتحصلوا على هذه العجينه لازم تكون طريه. هنا شكلتها 2 كور. هنا كل كره يعني تكون بحجم الغرس تاعنا، شوفوا باش تعرفوا الكميه تاع الغرس. جبت كيس بلاستيكي وفتحت اول كره هنايا معنا. نفتحوا العجينه شويه، نزيد نفتح الغرس تاعنا راهو طري وراح يتفتح لنا بكل سهوله. نحطوه على العجينه الاولى كما راكم تشوفوا. هنا درت كميه قليله، واذا درتوا كميه كبيره طبعا راح تستعينوا بالكيس بلاستيكي. نفتح العجينه الثانيه ونحطها من الفوق وراح نغلق الجوانب بهذه الطريقه، نغلقوهم جيدا. كما شفتوا الغرس طريناه باش يمشي لنا مع العجينه. هنايا طبعا راح نستعين بالكيس بلاستيكي باش ما تلصقليش العجينه. ونفتح العجينه تاعي. هنا راح نفتحها 1 سنتيمتر، ما تكونش خشينه وما تكونش رقيقه. راح نستعين بهذا الطابع باش يجوني الحبات كامل قد بعضهم. شوفوا راح نطراسي به برك، مش راح نقطع به.
هكذا باش الحبات يجوني كامل كيف كيف. هنا كنت نسيت الخليط اللي خليته في الاول باش نديرو من الفوق. هنا كي بديت نقطع باش تفكرته نقطعوا الحبات بهذه الطريقه. كما قلت لكم نسيت كامل هذاك الخليط ما درتوش في الاول، بصح معليش تقدروا ديروه. هذا الخليط راح يجونا الحبات محمرين كما شفتوا في الفيديو من الاول. الحبات راح يجوا محمرين ويعني تجي فيهم مقرمشه من الفوق. راح نكمل نقطع كل الحبات تاوعي، وما تنساوش تسووهم ثاني، يعني تقلبوهم وتسووهم على الجهه الثانيه هكذا، ما تخلوهمش خارجين. هنايا سخنت الطاجين تاعي، يعني النار ديروها قليله وخلوه حتى يسخن مليح، ومن بعد حطوا الحبات تاعكم يطيبوا. هنا كيفاش نعرفوا الحبات طابوا؟ كي تحركوهم هكذايا راح يتحركوا لكم بكل سهوله، وتقلبوهم. شوفوا شحال راهم بسس يعني وطري. تقلبوهم غير بشويه كما راكم تشوفوا راح يجوكم محمرين. يعني هذيك الفكره نتاع السميد اللي درناها من الفوق راح تخليهم محمرين. شوفوا الحبات كامل يجوكم كيف كيف. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. شوفوا كيفاش جاو محمرين وطريين، يعني راح يتفتت وحده. كيما نقول لكم دائما ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه، ونقول لكم هنايا مع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله.